السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد. أنت عارف إن أول خطوة لمعظم الأمراض المزمنة زي مثلا السكري وأمراض القلب والسمنة وأمراض صحة العقل بتبتدي بحاجة بسيطة جدا اسمها مقاومة الأنسولين؟ طب أنت عارف إن هرمون الأنسولين ده هو هرمون وظيفته الأساسية إنه ياخد الجلوكوز من الدم ويدخله للخلايا والعضلات. مع الوقت الجسم بيبتدي تدريجيا انه يتجاهله، وده اسمه انخفاض حساسية الانسولين. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي حساسية الانسولين، وليه هي مع الوقت ممكن تنخفض، وليه هي سبب اساسي من اسباب الامراض المزمنة، وازاي ممكن نعالجها او نحسنها بالتغذية والرياضة. فخليكم معايا. ايه هي حساسية الانسولين؟ حساسية الانسولين ببساطة هي قدرة الانسولين على تحفيز الخلايا ان هي تاخد الجلوكوز من الدم بعد اكلة غنية بالكربوهيدرات عشان تركيزه في الدم يقل. فكل ما هي كانت حساسية الانسولين بتاعتك عالية، كل ما كان خلايا جسمك محتاجة نسبة انسولين قليلة عشان تاخد الجلوكوز اللي في الدم وتدخله الخلايا. لما يكون عندك انخفاض في حساسية الانسولين، ده معناه ان انت محتاج كمية انسولين عالية عشان تقلل الجلوكوز اللي في الدم وتدخله للخلايا. مع الوقت لما بيحصل لك انخفاض في حساسية الأنسولين، ده معناه إن الجسم بيتجاهل الأنسولين، فبالتالي الجلوكوز بيعلى في الدم، ودي بتبقى أول خطوة من خطوات بقى مقاومة الأنسولين والإصابة بالسكري النوع التاني. طب ليه حساسية الأنسولين مهمة للصحة الأيضية؟ حساسية الأنسولين لما بتكون عالية، ده معناها إن جسمك بيستغل الجلوكوز بكفاءة عالية، فبالتالي بياخد الجلوكوز من الدم ويدخله الخلية ويدخله العضلات، فبيحصل استقرار لمستوى السكر في الدم. ومش بس كده، انت كمان بتستغل الجلوكوز ده، فده بيساعد ادائك الرياضي وبيعلي طاقتك وبيقلل تخزين الدهون. لما تقل الحساسية بيبتدي التمثيل الغذائي يتلخبط، وده بيؤدي لامراض مزمنة كتيرة زي ارتفاع السكر وامراض القلب والسمنة. في دراسة اتعملت على ناس بالغين لقوا اللي عندهم مقاومة انسولين عالية على حسب مقياس ميتس اي ار، وده اختبار بيقيس مقاومة الانسولين، لقوا اللي عندهم مقاومة أنسولين أعلى دول أكثر عرضة للإصابة بالأمراض القلبية وارتفاع السكر وارتفاع ضغط الدم. دراسة تانية اتعملت خلال متابعة ل10 سنين، لقوا إن الأشخاص اللي عندهم مقاومة أنسولين أعلى لهم أكثر عرضة للأمراض القلبية والوعائية. كمان في دراسة اتعملت على أكتر من 5000 شخص ما عندهمش سكري نوع تاني بس عندهم مقاومة أنسولين، لقوهم إن هم عندهم بيئة أيضية سلبية بعد الأكل مشابهة للناس اللي عندهم سكري نوع تاني، زي مثلا ارتفاع السكر بطريقة عالية بعد الأكل، وكمان طريقة تحليل الدهون اللي موجودة في الجسم عندهم. طيب هي بتقل ليه؟ واحد من الأسباب إنها بتقل هو تراكم الدهون، وخصوصا في العضلات. بيقول لك تراكم الدهون ده بيعيق إشارات الأنسولين، فبيخلي استجابة الخلايا للأنسولين بتقل. وقالوا إن التقدم في العمر مش هو السبب ان بيخلي الحساسيه تقل، لا، هو تراكم الدهون والسمنه اللي هي عاده بتيجي مع تقدم العمر هي اللي بتبقى السبب في تقليل حساسيه الانسولين. السبب الثاني اللي هو قله الحركه وعدم النشاط. في دراسه قالت ان عدم الحركه او عمل اي نشاط رياضي خلال 5 ايام، يعني قعدت 5 ايام كده ما بتعملش حاجه، ما بتخرجش من البيت، كان كافي انه يقلل حساسيه الانسولين عند ناس اصحاء. وفي دراسات تانية برضو اكدت الكلام ده، وقالت ان لما بيكون عندك نمط حياه ما فيهوش اي نشاطات رياضيه او اي حركه، خصوصا لما يبقى مثلا شغلك كله من على المكتب او من البيت، قالت ان نمط الحياه ده اللي ما فيهوش اي رياضه او اي حركه ده بيقلل من حساسيه الانسولين. كمان النوم السيء والتوتر المزمن بيأثر برضه على حساسيه الانسولين، لان هو بيزود هرمون الكورتيزول اللي هو بيقلل من حساسيه الانسولين زي ما قالت الدراسات. حاجه اخيره كمان اللي هو كتر اكل الكربوهيدرات المكرره، وخصوصا الكربوهيدرات اللي بيبقى فيها مواد اسمها الاي جي اي. دي مواد بتنتج مع الحراره الشديده، زي مثلا الاكل المقلي او الاكل المحروق. المواد دي لما بتكون في الاكل ده بيأثر على مقاومة الأنسولين وخصوصا عند النساء. نيجي بقى للرياضة اللي هي الحاجة المهمة عندنا في الفيديو النهاردة، وازاي هي بتحسن حساسية الأنسولين. الرياضة دي واحدة من الأدوات اللي هي ممكن تعيد ضبط الجسم من جوه. الرياضة ومقاومة الأنسولين لو دخلت تبحث هتلاقي مئات الأبحاث بتتكلم على أهمية الرياضة ومقاومة الأنسولين، بس أنا النهاردة اخترت منهم 4 دراسات لأن أنا حاسسهم إن هم مهمين ولازم إن احنا نعرفهم. في دراسة اتكلمت عن أثر التمرين على العضلات، وشافت إن العضلات لما بتنقبض أثناء التمرين ده بينشط نقل الجلوكوز من الدم للعضلات
من غير الحاجة للأنسولين من خلال تنشيط مستقبلات الجلوكوز زي ال AMPK والراك 1، وبتزود من اللي اسمهم الترانسبورتر أو الناقلات للجلوكوز اللي هي بتبقى على سطح الخلية زي مثلا الجلوت 4، بتزود عددها وبتسهل فتحها بحيث ان الجلوكوز ينتقل من الدم للعضلات. بيقول لك ان ده يعني ميكانيزم او طريقة لان هو يدخل الجلوكوز لسطح الخلية من غير الحاجة للأنسولين، لأن احنا عارفين إن الميكانيزم الأساسي أو واحد من الميكانيزمات الأساسية أو الطرق الأساسية إن يخلي الجلوكوز يدخل للخلية هو مستقبلات أنسولين زي الراك 1. فالراك 1 ده واحد من مستقبلات الجلوكوز في الخلية بيتم تحفيزه عن طريق الأنسولين. انت برضو بتحفزه بالرياضة. لما انت بتيجي تعمل الرياضة دي بتخلي العضلات تنقبض، فهي بتنشط مستقبلات الجلوكوز من غير الحاجة للانسولين، فكأنك اخدت انسولين بس انت عملته بالرياضة. فده بيحسن من حساسية الانسولين وبيحسن من مقاومة الانسولين من غير ما تعتمد على الانسولين. فانت لو حتى عندك مقاومة انسولين، الرياضة بالنسبة لك مهمة جدا لان هي هتساعدك على تحسين حساسية الانسولين ومقاومة الانسولين غير تغيير النظام الغذائي بتاعك. نيجي للتمارين الهوائية. فاكرين احنا اتكلمنا على التمارين الهوائية حاجة زي مثلا الجري او المشي السريع، السباحة، ركوب الدراجات. في دراسة حديثة جدا اتعملت السنة دي في قطر على نساء بالغات اصحاء، قسموهم على مجموعتين. مجموعة هتعمل الرياضات الهوائية زي مثلا المشي وغالبا كان فيها شوية جيم خلال 8 أسابيع، ومجموعة تانية خلال 4 أسابيع. لو إنك لما تعمل الرياضات الهوائية دي خلال 8 أسابيع حسنت مقاومة الأنسولين عن المجموعة التانية اللي عملت الرياضة 4 أسابيع. فده يقول لنا إيه؟ يقول لنا إن أنت لازم تكون عندك شوية مواظبة واستمرارية وشوية صبر. مع 8 أسابيع ابتدت مقاومة الأنسولين تتحسن خصوصا عند النساء. في دراسة تجميعية جمعت أرتكلات أو دراسات بتتكلم على مرضى السكر نوع تاني والرياضة ومقاومة الأنسولين. شافوا إن مرضى السكر عادة اللي هم بيبقوا تخان بيبقى عندهم الموضوع مش لذيذ قوي ان انت تيجي تقول له تعالى مارس رياضه هوائيه بقى، جري وسباحه وركوب دراجات، وهم تقريبا بيفضلوا ان هم يعملوا اللي هي التمارين اللي هي بتبقى في الجيم او تمارين المقاومه. فشافوا ان المرضى دول لما خلوهم يعملوا النوعين من التمارين، يعني مثلا يخلوهم يعملوا التمارين المقاومه وتمارين الجيم، بس قالوا لهم يعني زود معاها برضو التمارين الهوائيه، يعني مثلا يمشي مثلا على الجرايه وانت في الجيم ولا حاجه. فلو ان انت لما بتجمع ما بين التمرينتين، التمارين الهوائيه وتمارين المقاومه والجيم، تحسين مقاومه الانسولين بتزيد اكتر لسببين. السبب الاولاني زي ما قلنا ان التمارين الهوائيه بتحسن مقاومه الانسولين. السبب الثاني ان التمارين الجيم وتمارين المقاومه بتزيد الكتله العضليه، فبالتالي بتزيد النسيج العضلي، فبالتالي العضل بيبقى محتاج كميه جلوكوز اكتر بيقدر يستقبلها من الدم، فتلقائيا انت بتاخد كميه جلوكوز اكتر من الدم عشان استشفاء العضلات وعشان الطاقه، فانت كده بتحسن مقاومه الانسولين كمان. طيب اخر دراسه هي دراسه تجميعيه كانت بتتكلم عن تاثير التمرين على مقاومه الانسولين، وقالت ان في خلاف ما بين الدراسات على شده وكميه التمرين على مقاومه الانسولين. قالت ان التمارين متوسطه الشده تاثيرها على مقاومه الانسولين احسن من خلال اختبارين. الاختبار الاول اسمه الاي دي جي تي تي او الانترافينوس جلوكوز توليرانس تيست بالعربي، اللي هو الاختبار تحمل الجلوكوز الوريدي. ده معناه ان العضلات بتستقبل الجلوكوز اكتر من الدم بعد التمرين متوسط الشده. كمان في اختبار خلايا بيتا البنكرياس لقوا ان التمارين المتوسط بيحسن او بيحفز خلايا بيتا في البنكرياس اللي هي المسؤوله عن افراز الانسولين، بيحفزها اكتر بعد التمارين المتوسطه بعد المراحل الاولى من الاكل. يعني اول ما تيجي تاكل بعد التمارين المتوسطه خلايا بيتا بتبقى محفزه اكتر انها تفرز انسولين. كمان لقوا ان اختبار تحمل الجلوكوز الفموي، وده اختبار بيقول لك ازاي الجسم بيتعامل بكفاءة مع السكر بعد الاكل، لقوا ان بعد التمارين المتوسطة قرايات التست ده او الاختبار ده احسن من قرايات الاختبار ده بعد التمارين الشديدة. بس لما جم يقيسوا حساسية الانسولين مع اختبار خاص اسمه الهايبر انسولينيميك ايوجلايسيميك كلام، وده يعتبر من أهم وأدق الاختبارات لحساسية الأنسولين خصوصا في الأنسجة الطرفية زي مثلا في عضلات الإيد والرجل، لقوا إن التمارين الشديدة بتحسن الحساسية الطرفية أكتر من التمارين المتوسطة. فالدراسة دي بتقول نوع الاختبار ونوع الأنسجة اللي عايزين نقيس فيها حساسية الأنسولين بتدي نتائج مختلفة على حسب شدة التمرين.
لما تيجي تقيس اختبارات عامة للحساسية بتلاقي إن التمارين المتوسطة هي اللي بتدي نتائج أحسن، بس لما تيجي تقيس حساسية الأنسولين بشكل دقيق في أنسجة معينة خصوصا الطرفية، التمارين الشديدة بتدي قرايات أحسن. وفي الخلاصة قالوا إن سواء تمارين شديدة ولا تمارين متوسطة في الآخر أنت كده كده بتحسن مقاومة الأنسولين بتاعتك. نيجي بقى للتغذية وخصوصا الكاربس مع حساسية الأنسولين. اتكلمنا قبل كده في فيديوهات سابقة امتى تاخد الجلوكوز سواء لو انت كنت ماشي على كيتو او لو هتعمل تمرين على صيام، وامتى تدخل البروتينات، وسواء لو انت كان غرضك الكتلة العضلية ولا غرضك التخسيس، فتابع الفيديوهات السابقة. بالنسبة لحساسية الانسولين، الفكرة الاساسية ان بعد التمرين العضلات بتبقى في نافذة حساسة لاستقبال جلوكوز لان هي عايزة تعمل استشفاء وريكفري، فالعضلات بعد التمرين بتقدر تستقبل كميات جلوكوز عالية. فعشان كده ده الوقت الاساسي او المهم لو انت حابب ان انت تاكل اكلة بعد التمرينة يبقى فيها شوية كاربس، العضلات هتستقبل الجلوكوز وهتمص الجلوكوز من الدم وهتدخله الخلايا العضليه. فانت لو اكلت وجبه فيها كربوهيدرات وبروتين، العضلات هتاخد الجلوكوز وهتحوله لطاقه ومش هتحوله لدهون. في دراسه اتكلمت عن الموضوع ده وقالت ان انت لو اكلت وجبه غنيه بالكاربس بعد التمرين، التحسن اللي انت عملته في حساسيه الانسولين خلال التمرين بيقل في اليوم الثاني لو انت اكلت وجبه غنيه بالكاربس بعد التمرين على طول. لان انت لما بتاكل وجبه غنيه بالكاربس قوي العضلات هتستقبل جلوكوز قوي، فهي هتملى مخزون الجلوكوز اللي بيبقى في العضلات اللي هو الجلايكوجين، هتملى المخزون بسرعه، فبالتالي انت بتقفل المخازن دي، فبالتالي بعد كده الجلوكوز هيفضل في الدم، فحساسيه الانسولين تاني يوم هتلاقيها وقعت. في المقابل لو انت اكلت وجبه مش غنيه بالكربوهيدرات بس غنيه بالبروتين والدهون، حساسيه الانسولين بتفضل عاليه حتى في اليوم التاني. فالتحسن المؤقت اللي احنا بنعمله في حساسيه الانسولين بالرياضه بيتاثر بشده بكميه الكربوهيدرات اللي احنا هناكلها بعد التمرين. لو انت عايز تحسن في حساسيه الانسولين لمده اطول، المفروض ان اكلك بعد التمرين ما يكونش فيه كربوهيدرات عاليه قوي ويبقى فيه بروتين ودهون اكتر. النقطة التانية اللي عايز اتكلم فيها في موضوع التغذية ان دايما خلي نوع الكربوهيدرات اللي انت هتاكلها بعد التمرين ما يبقاش عالي في المؤشر الجلايسيمي او عنده جلايسيميك اندكس عالي، لان ده بيرفع الانسولين بسرعة وبطريقة عالية جدا، فده بيأثر من حساسية الانسولين. طيب انا كده خلصت. قبل ما انهي كنت حابب اتكلم في حاجة ملهاش علاقة بالفيديو بتاع النهاردة. في حاجة احنا بنسمع عليها دايما هي سرقة الابحاث العلمية، سواء كانت مكتوبة لو انت بتكتب ارتكل او بحث علمي او لو انت بتعمل فيديوهات. سرقة الابحاث العلمية دي زيها زي سرقة فلوس، سرقة ممتلكات، سرقة اي حاجة. انت بتسرق جهد واحد عشان يعمل بحث او عشان يعمل فيديو مليء بالابحاث العلمية، ده بياخد منه وقت طويل جدا عشان يقرا الابحاث دي وبعد كده يكتب البحث بتاعه او الاستنتاجات بتاعته بطريقته هو، فده يعني بياخد وقت كتير جدا. واسأل اي باحث. انت لما تيجي تاخد تعبه ده وتنسبه لنفسك نظام بقى قارون انما اوتيته على علم عندي وتقول ان ده شغلك، ده اسمه سرقة. مش عشان هما كلمتين اتكتبوا كده فانت تفكر ان ده مش سرقة ولا حاجة، لا ده سرقة زيها زي سرقة فلوس وممتلكات. فلما تيجي تشوف معلومة مش بتاعتك، انت لو شكرت صاحب المعلومة او ذكرت اسمه او قلت دي مقتبسة من اسم كذا، ده لا هينقص منك شيء ولا هيأثر عليك وعلى مشاهداتك لو انت مثلا بتعمل فيديوهات. انا بقول الكلام ده ليه؟ اول حاجة انا باحث، واحنا يعني عانينا من ان في ناس جروب يعني مجموعة بحثية سرقت بحث لينا، وبعد يعني محاولات كتيرة جدا وتواصل مع المجلة العلمية عرفنا الحمد لله ان احنا نسحب الارتكل دي. تاني حاجة انا بقول الكلام ده لان انا لما ابتديت اعمل فيديوهات في شخص مشهور جدا في السوشيال ميديا بيعمل فيديوهات ليها علاقة بالصحة والتغذية وهو معروف جدا وليه ملايين المتابعين. انا جيت عملت فيديو، انا العبد لله يعني ما عندوش متابعين لسه بيبتدي، فجيت عملت فيديو لقيت بعد يومين ثلاثة الشخص ده يعني خد معلومة من الفيديو او خد الفيديو نفسه وقاله بطريقته. فانا قلت يعني ما مش معقولة يعني واحد بقاله في الساحة سنين وعنده ملايين يجي ياخد مني وممكن ما يكونش شاف الفيديو اصلا. فقلت لا ده يعني نحسن الظن بالناس. بعدها بفترة عملت فيديو تاني وسبحان الله صدفة برضو بقى، ما تعرفش بقى هل صدفة ولا ايه، لقيته بعدها بيومين برضو منزل حتة من الفيديو اللي انا اتكلمت فيه بمعلومة كده وعملها في فيديو لوحده. هل بقى دي صدفة؟ الله اعلم. هل بقى بيشوف الفيديوهات وبيقولها بطريقته؟ برضو الله اعلم. انا مش عايز اجزم، بس انا بقول لو انت بتتفرج على فيديوهاتي فيعني اتق الله، ربنا بيمهل ولا
يهمل. انت لو ذكرت معلومه ما خدتها من فيديوهاتي وقلت دي انا سمعتها في حته كذا ولا سمعتها، ده مش هيقلل من مشاهداتك ولا هينقص منك شيء. فبالتالي يعني خافوا ربنا واتقوا ربنا في موضوع سرقه الابحاث، لان احنا بنبذل ساعات كتيره جدا وبنقضي ساعات كتيره جدا في الشغل ده. انا كده خلصت، اشوفكم في فيديو جديد.